في شخص في الماضي دفع دم قلبه علشان ينساك، بس الشخص دوت راجع في أغسطس 2026 ومعاه سر. السر دوت إما هيرجع قلبك يدق من تاني أو إنه هيكسر قلبك للأبد. مساء الخير على مواليد وأصحاب برج العذراء، وأهلا بيكم في قناة عيون الصقر للتوقعات. أغسطس 2026 هيكون في كمين فلكي منسوب ليك يا مولود برج العذراء. الكواكب والنجوم بيبدأوا إن هم يجتمعوا علشان يغيروا خريطة مشاعرك بالكامل. فلو فاكر إنك مسيطر على قلبك وعقلك، فحب أقولك إنك هتشوف العجب في أغسطس. وكل اللي عليك إنك تنتبه لكل كلامي واخبط اللايك الجميل بتاعك، ولو أول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل التوقعات. ويلا بينا نكشف المستور. 3, 2, 1. من أول يوم في أغسطس 2026 كوكب الزهرة، اللي هو بالنسبة لمولود العذراء كوكب الحب والجمال. عاوز أقولك يا مولود برج العذراء إن هو ساب كل البيوت الفلكية وقرر إن هو يدخل بيتك أنت الأول. ودوت بالنسبة لك مش هتكون حركة عادية، لأن كوكب الزهرة لما يدخل بيتك كأن حد دخل بيتك وولع النور فجأة في أوضة ضلمة. بس برضك خليني اقولك ان الاثارة مش هتكون هنا. الاثارة ان بالتزامن مع دوت هيكون في كسوف شمس في برج الاسد يوم 12 اغسطس، وفي نفس الوقت الكسوف دوت هيكون شغال في بيتك ال 12 اللي هو بيت الاسرار والماضي بتاعك والحاجات المستخبية. وهنا تبقى الاثارة، يعني العذراء من اول اغسطس لحد نص اغسطس هيكون عايش في دوامة، عين على المستقبل المشرق اللي كوكب الزهرة بتوعده بيه، وعين على المستخبي من الماضي بتاعه. وهنا بقى نيجي لأهم حاجة، هو قلب مولود برج العذراء اللي بقاله سنين تعبان. أغسطس هيكون بالنسبة لك هو شهر الحقائق العاطفية، ودوت بسبب وجود الزهرة في برجك. انت مش هتبقى قادر اصلا انك تخبي مشاعرك تاني، فلو انت سنجل الصدفة هنا هتلعب لعبتها معاك. دخول شخص في حياتك بطريقة غريبة جدا، ممكن من مكان شغلك او من خروجه مع اصحابك، وهيصادفك ساعتها الحب. خليني اقولك ان من نظرة عينه ليك هتحس انك تعرفه من زمان. الكيمياء بينكم هتكون مرعبة حرفيا، وديت هتنطبق على ناس معينة من مولود برج العذراء. وفي ناس تانية هيكون عندها عودة حبيب قديم كانت مفكرة ان العلاقة خلاص بينهم انتهت، لكن الحبيب القديم دوت هيرجع يخبط بابك من تاني بعد ما جرب غيرك وعرف قيمتك. وخليني اقولك انك هترجع له، لانك بالطبع ما انتش عارف تنساه لحد دلوقتي. بس مولود برج العذراء هيحط شروط كاملة للحبيب، والحبيب هيوافق ساعتها لانه بالفعل هو عارف قيمتك خلاص. وبالنسبة لطاقة المرتبطين، ففي يوم 27 أغسطس هيكون في خسوف القمر في برج الحوت، والحوت دوت هو بيت الشراكة بتاعك. الخسوف دوت معناه نهاية دورة وبداية دورة جديدة. هتقولي يعني ايه الكلام دوت؟ هفهمهولك. يعني العلاقة اللي تعباك ومخلياك منتش عارف تنام هتوصل فيها لمرحلة حاسمة. يا إما الشريك هيفهم قيمتك ويحزن على زعلك، يا إما أنت هتاخد قرار شجاع وهتقول كفاية لحد كده. بمعنى أصح، أغسطس هيخليك تكشف إن السكوت اللي أنت سكته من زمان كان غلط، وهتتكلم وهتعبر عن غضبك، والمشاعر هتنفجر عندك زي البركان. وفي أواخر الشهر يعني من يوم 25 أغسطس كده، عطارد اللي هو كوكبك الحاكم هيدخل برجك، وهيقترن بنقطة فلكية مهمة جدا عندك. ودوت معناه إن عقلك اللي كان مشتت هيرجع أقوى من الأول بكتير. يعني بمعنى أصح هتشوف الصورة كاملة، وهتعرف مين كان بيمثل عليك الحب ومين كان بيحبك بجد. ولحد هنا بقى نمسك الخشب مع بعض، علشان جايب لك طاقة الرزق والفلوس اللي هتعدل المايل عند مولود العذراء. فاكرين كسوف الشمس اللي كلمتكم عنه يوم 12 أغسطس اللي هو هيكون في بيتك ال 12؟ الكسوف دوت مش هيكشف الأسرار العاطفية بس، لأ، ده كمان بيفك العقدة المالية اللي مأثرة عليكم بقالها شهور.
لأن العذراء بقاله فترة عمال يصرف أكتر ما بيدخله وعنده ضغوط جامدة. خليني أقولك إن في نص الشهر القدر مجهز ليك خبطة العمر. رزق هيكون داخلك من مكان انت ما كنتش حاطه في حسبانك اصلا، وبنسبة كبيرة هو هيكون جاي من قضية انت كنت فاقد فيها الامل بس ربنا هيسهلها عليك، او عن طريق مكافأة من الشغل. ودخول كوكب عطارد لبرجك يوم 25 اغسطس هيخلي دماغك دفتر حسابات عبقرية حرفيا. فلو انت عندك فكرة مشروع او تجارة فهيكون دوت وقتها المناسب. الرزق هيرجع يخبط على بابك يا مولود العذراء، فافتح بابك وشيل من دماغك فكرة ان انت حظك وحش. وفي النهاية أغسطس 2026 مش هيكون مجرد شهر عادي هيمر على مولود برج العذراء وخلاص، ده هيكون شهر عادة لترتيب أوراقك. الرزق جايلك وهتغربل قلبك وحياتك العاطفية كمان. فاستقبل البشرة مني واكتب لي في التعليقات انك بتستقبل البشرة وبتقول يا رب. وما تنساش اللايك الجميل واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان اللي جاي ليك تعرفه من قناة عيون الصقر للتوقعات. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.